بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الدرس الخامس من دورة السي. في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق إلى كيفية التعامل مع المتغيرات بحيث نقوم بالعمليات الحسابية كالزائد والناقص والقسمة والضرب. في هذا سنقوم بعمل برنامج يقوم بطلب رقمين من المستخدم، أي أن المستخدم سيقوم بإدخال رقمين. عندما نتحدث عن رقمين سنقول أنهما أعداد صحيحة طبيعية، أي نوعهما int. إذن سنقوم بتعريف هذين المتغيران. إذن عند تعريف مجموعة من المتغيرات بنفس النوع في نفس السطر نستعمل بينها فاصلة بهذه الطريقة. إذن قلنا بأننا سنقوم بالعمليات التالية: الزائد والناقص والضرب والقسمة. إذن عدد طبيعي زائد عدد طبيعي سيعطينا نوع int، عدد طبيعي ناقص عدد طبيعي يعطينا نفس النوع، والضرب كذلك. لكن عند القسمة قد نحصل على عدد حقيقي أي بفاصلة. لذلك النتيجة يمكن أن نجعل لكل عملية متغير خاص بها. مثلا أن نقول أن AD المتغير AD خاص بعملية الجمع، والمتغير sub خاص بعملية الناقص، والمتغير mul خاص بعملية الضرب. لكن عملية القسمة سنحتاج إلى عدد حقيقي أي به فاصلة، لذلك سنستعمل float. إذن نسميه مثلا div. إذن هكذا قمنا بتعريف المتغيرات. الآن سنطلب من المستخدم أن يدخل رقمين كما رأينا في الدرس السابق. سنسمي printf مثلا لنخبره بأن يدخل الرقم A مثلا. إذن ثم سيقوم بإدخال الرقم بواسطة الدالة scanf كما رأينا في الدرس السابق. scanf بهذه الطريقة فاصلة and اسم المتغير. إذن هكذا سيقوم المستخدم بإدخاله. إذن بنفس الطريقة سندخل المتغير الثاني الذي هو b. إذن نغير فقط هنا. إذن هنا سيقوم المستخدم بإدخال a قيمة للمتغير a وقيمة للمتغير b، ثم سيقوم البرنامج بالعمليات بهذه الطريقة. إذن المتغير add أي addition أي الجمع سيكون بهذا a زائد a زائد b. المتغير sub سيأخذ القيمة a ناقص b. المتغير mul سيأخذ القيمة a ضرب، إذن نحتاج إلى نجمة ضرب b. وأخيرا القسمة سنحتاج إلى a قسمة b. هناك حالة فيما يتعلق بالقسمة أنه عندما يكون b صفر. سنتطرق إلى هذه الحالة عندما ندخل في الشروط if conditions. إذن ثم نقوم بإظهار النتيجة بواسطة الدالة printf. بهذا الشكل. إذن مثلا إظهار القيمة الأولى، إظهار القيمة الثانية، إظهار القيمة الثالثة، ثم إظهار القيمة الرابعة وهي division التي هو نوعها float. إذن ثم نضع المتغيرات add ثم sub ثم
مول، وأخيرا ديف. بهذه الطريقة. إذن الأول للجمع، والثاني للناقص، والثالث للضرب، والرابع للقسمة. إذن نقوم ب compile وران للبرنامج، هذا تكون النتيجة. إذن في الأول البرنامج printf يطبع الجملة printf، يطلب منا إدخال قيمة للمتغير a. إذن scanf، إذن ندخل الرقم 12 مثلا، وهنا تشتغل الدالة scanf عندما أضغط على Entrée. ثم يطلب مني بعد ذلك إدخال قيمة للمتغير b بواسطة الدالة scanf. إذن سأعطي مثلا القيمة 2، ثم تكون النتيجة كالتالي. إذن printf add، قلنا أن add هي 12 زائد 2 هي 14، 12 ناقص 2 هي 10، 12 ضرب 2 هي 24، 12 قسمة 2 هي 6. إذن يصبح البرنامج كالتالي. إذن هكذا نقوم بالتعامل مع العمليات الحسابية. إذن بهذه الطريقة. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.